كيف كانت حياتك من ناحية الإيمان؟ كيف كان رد فعل عائلتك بعد اعتناقك للإسلام؟ ماذا كان التحدي الأكبر الذي واجهته بعد إسلامك؟ كنت تائها ومرعوبا وفي حيرة من أمري، كنت بحاجة إلى إجابات عن الله. راودني شعور غريب تلك الليلة، رأيت شيئا. كانت الرؤية ضبابية، لكنه كان يتحرك باتجاهي بسرعة كبيرة. كان نوعا ما غير مرئي، لكن عندما تنظرون من خلاله يبدو كل شيء متموجا كما في مرآة بيت رعب. ثم اصطدم بي. أردت أن أكون في صف الله مهما كلف الأمر. السلام عليكم أخ كليون، وشكرا لك على قبول دعوتنا. بداية، من يكون محمد كليون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحم الراحمين على الخلق أجمعين، ولا سيما الرحيم على عباده المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اسمي كليون كاثكارت، ولدت في كاليفورنيا، ترعرعت في مدرسة مسيحية، وكنت ملحدا في الأساس حتى عام 2010 تقريبا، عندما اكتشفت أن الله حقيقي، والحمد لله كان ينتظرني أن أستخدم عقلي. كيف كانت حياتك من ناحية الإيمان؟ ارتدت مدرسة مسيحية وترعرعت في عائلة مسيحية، لكن في مرحلة معينة توقفت عن الإيمان بهذا الدين. لماذا؟ لم يبدو منطقيا بالنسبة إليه. أدركت أن الثالوث المقدس لم يتطابق مع فكرتي عما يفترض أن يكون عليه الخالق. نقول إن الله واحد، لكن الثالوث ينص على أنه 3 كائنات، وكان ذلك محيرا بعض الشيء. وكنا نجعل الخالق إنسانا. فكرتي عن الخالق في ذلك الوقت وحتى اليوم هي أنه كائن قوي جدا ويستطيع خلق الكون. كيف يمكنني حقا فهم ماهيته؟ لم يكن من المنطقي أن يسير الخالق بالأرجاء وأن يضطر إلى خلق نفسه بهيئة إنسان ويقتل نفسه حتى يغفر لنا. لذا فكرت ألا يمكنه أن يغفر لنا ببساطة؟ وعندما التحقت بالجامعة اتصلت بالكنيس وسألت الحاخام وقلت له: لست متأكدا، لكني أعتقد أنني ربما أكون يهوديا، لأنني لا أؤمن أن عيسى هو ابن الله وتشاركونني نفس الفكرة. أيمكنكم أن تشرحوا لي ما تؤمنون به لأتمكن من الانضمام إليكم ربما؟ فقال: هل أمك يهودية؟ فقلت: لا، أمي ليست يهودية. فقال: لا يمكنك الانضمام إلينا إذن. وفكرت: الخالق يريدني أن أعبده، لماذا قد يقول إذن إنني لا أستطيع أن أكون فردا من الشعب المختار إن كان هناك إله حقيقي؟ لذا لابد من أنه لا يوجد إله، وتخليت عن الأمر حينها. كل هذه الأشياء التي بدت متناقضة بالنسبة إلي، بدا العلم في ذلك الوقت أنه يمتلك الإجابات من خلال نظرية التطور. كان العلماء يتكلمون عن فكرة أننا لسنا بحاجة إلى إله، واعتقدت أنهم أذكى مني، لذا وافقت الرأي السائد، فتوقفت عن الإيمان بوجود إله. كيف تغير رأيك حول وجود الخالق؟ كنت مريضا في عام 2010. كنت أشاهد الكثير من الأفلام الوثائقية خلال ذلك الوقت. أتذكر مشاهدتي وثائقيا حول الفيزياء، وحينها كانوا قد اكتشفوا وجود الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، وأن هناك جاذبية ومادة أكثر مما نعرفه بكثير، لكننا لا نستطيع رؤيتها فحسب. قالوا إن ما يمكننا رؤيته هو حوالي 30% فقط، بينما يشكل ما لا يمكننا رؤيته 70%. ففكرت إن كانت توجد 10 أبعاد مادية، فإن العرض والطول والارتفاع تشكل نسبة 30%، أي أن النسبتين متوافقتان. وبدا منطقيا بالنسبة إلي، أي أن هذه الطاقة والمادة المظلمتين لابد أن تكونا حقيقيتين. وعندها بدأت أتخلى عن فكرة الإلحاد، وبدأت أفكر أنه ربما يكون الإله حقيقيا. هل كنت تعرف أي شيء عن الإسلام في ذلك الوقت؟ ربما بعد ذلك مباشرة جلبت أول مصحف لي. ظهر إعلان على التلفاز يقول: إن أردتم مصحفا مجانيا فاتصلوا بنا وسنرسله إليكم عبر البريد. جلبت المصحف، فتحته ورأيته يتحدث عن عيسى وموسى وكل أولئك الأنبياء من الإنجيل. وبما أنني لم أؤمن بالإنجيل، تساءلت كيف سأؤمن بالقرآن؟ إنها نفس القصص أساسا. لم أقرأه حقا في ذلك الوقت، رأيت تلك الأسماء فحسب، فقررت أنني لست بحاجة إلى معرفة المزيد ووضعته جانبا. لم أكن أعرف أي شيء عن الإسلام باستثناء أنهم آمنوا بعيسى وموسى والنبي محمد عليهم الصلاة والسلام. كيف بدأت رحلتك في الإسلام؟ لاحقا في عام 2010 مررت بسلسلة غريبة جدا من التجارب. بالنسبة إلي فهمت أن الإله حقيقي لأنني اختبرت حقيقة وجوده. إن كان الإله حقيقيا والشيطان كذلك، فإن الجنة حقيقية وجهنم كذلك. وكل ما عرفته هو أنني لم أرد الذهاب إلى جهنم، لذا كان علي أن أكتشف من هو الإله. لأنني لم أكن أعرف من هو، لكنني علمت أنه حقيقي. لكن إله ليس اسما حقيقيا، وإنما مجرد وصف. قرأت هذه العبارة من كتاب لرجل يدعى بايك، الذي كتب كتابا بعنوان الأخلاق والعقيدة، وذكر داخل هذا الكتاب أن الشيطان هو الإله. ولكن للأسف أدوناي إله أيضا، وفكرت أعرف الشيطان ولا أريد اتباعه، لذا ربما أدوناي هو من أحاول الوصول إليه. في تلك الليلة راودني شعور غريب، وشعرت بالحرج لأننا كنا ملحدين في عائلتي لفترة طويلة، ولم أرد أن تراني زوجتي
بالحاجة أصلي، لذا خرجت لأصلي في الخارج وصليت إلى أدوناي. قلت له: إن كنت الإله فأرني إشارة. رأيت ذلك الشيء، كانت الرؤية ضبابية جدا، لكنه كان يتحرك باتجاهي بسرعة كبيرة، كان نوعا ما غير مرئي، لكن عندما تنظرون من خلاله ترون كل شيء متموجا مثل مرآة بيت رعب، لكن كان كل شيء طبيعيا خارج حدوده، وكان يتحرك باتجاهي بسرعة كبيرة، وكل ما فكرت فيه حينها هو أنه شيطان، ثم اصطدم بي. أعتقد أنها كانت طاقة سلبية لأنها استنفذت كل طاقتي. لم أستطع حتى التفكير فيما حدث، شعرت بالانهيار وسقطت في سريري، واستيقظت بعد 12 ساعة. أحسست بالدوار والوهن والإرهاق. تساءلت: لماذا أشعر هكذا؟ ماذا حدث لي؟ أجل، تذكرت، رأيت ذلك الشيطان الليلة الماضية، أي أنه لابد من أنه ليس الطريق الصحيح، ليس أدوناي من أبحث عنه. إذن لمن صليت بعد ذلك؟ على الرغم من أنني لم أؤمن حقا بالإنجيل، وكنت أعرف أنه يوجد ملوك وبابوات وكتاب قد غيروا الكتاب المقدس لأسبابهم الخاصة، وبغض النظر عن حقيقة ما حدث إلا أنه ربما تكون نسخة العهد القديم صحيحة، وربما يكون يهوه هو الإله. وفي ظهر اليوم التالي صليت إلى يهوه ليمنحني إشارة، وتلقيت مكالمة هاتفية في غضون ثوان، ولدي كاشف الهوية يحمل اسما ورقم هاتف، فأجبت على الهاتف وقلت: مرحبا. وقال الشخص الذي يحادثني: وصلتني رسالة الليلة الماضية تفيد بأن الشخص صاحب هذا الرقم واقع في مشكلة. وقلت: من الغريب قول هذا، من أنت؟ وقال: اسمي كذا وكذا، وتطابق الاسم على كاشف الهاتف، وقال: أنا كاهن. فقلت: يا للهول، صليت إلى يهوه للتو للحصول على أجوبة عن الإله، وها أنت تتصل لتوك، هذا هو جواب صلاتي. انظر، أنا تائه ومرتعب وفي حيرة من أمري، أرى أمورا لا يفترض أن يراها الناس، وهذا أكثر ما يمكنني تحمله. أعتقد أنني أميل للانتحار، لا يمكنني تحمل الأمر، أحتاج إلى إجابات عن الإله. فقال: أين أنت؟ فقلت: أنا في روشستر. فقال: كنت هناك الليلة الماضية، لكنني الآن في مدينة أخرى على بعد حوالي 50 ميلا. فقلت: لا بأس، يمكنني أن أكون هناك خلال نصف ساعة، دعني أطرح 5 أسئلة فحسب، أريد أن أعرف المزيد عن الإله. ولم يسمح لي بالمجيء، وقلت: ما رأيك أن أتي غدا؟ فقال: إنه مشغول، وكان مشغولا في اليوم التالي أيضا. وفي النهاية بعد حوالي 10 أيام سمح لي بلقائه، حددنا موعدا وأغلقت المكالمة سعيدا لأنني سأحصل أخيرا على إجابات عن الإله. وعندها فكرت في أن علي التريث والتفكير فيما قد حدث للتو. ما هو أول شيء قاله هذا الرجل؟ قال: إنه تلقى رسالة الليلة الماضية تفيد بأن صاحب هذا الرقم واقع في مشكلة. هل كان خطا أرضيا؟ كان خطا أرضيا، أجل. وفكرت ماذا حدث. صحيح، رأيت ذلك الشيطان الذي جاء إلى منزلي وقال إنه كان في روشستر الليلة الماضية في مدينتي حيث أتى الشيطان، لذا بطريقة ما لابد أن الرجل والشيطان كانا يعملان معا، لأنه لا يهمني إن كان قسيسا أو إماما أو راهبا بوذيا. عليكم مساعدة أي شخص يخبركم أنه يميل للانتحار، لا تنتظرون 10 أيام لمعرفة ما إذا كان سينتحر حقا. وهكذا عرفت أن هناك شيئا غير منطقي هنا. وماذا حدث بعد ذلك؟ هل صليت لله أخيرا؟ في ذلك الوقت اعتقدت أن الله هو الخالق الوحيد، لكن في نفس الوقت كل غسيل الدماغ الذي تعرضنا له من أحداث 11 من سبتمبر وموضوع الآلهة القمرية، كانت تلك الفكرة متربصة في اللاوعي، وكنت أخشى أن أصلي لله لأنني لم أرد ارتكاب خطأ آخر، وأن أصلي إلى شيء ليس بخالق الكون. لذا لم أصلي وبدأت أكتئب، بدأت أنهمر في البكاء في اليوم التالي، ليس بشكل مستمر لكني كنت أبكي. وفكرت هذا غريب، لماذا أبكي ولماذا أشعر بالاكتئاب؟ حاولت التوقف عن البكاء لكنني لم أستطع، كانت الدموع تنهمر طوال اليوم. استيقظت صباح الجمعة وكان سريري مبللا، وتساءلت ماذا يحدث هنا، وأدركت أن السرير كان مبللا لأني بكيت طوال الليل ودموعي بللت الملاءات، وكان الاكتئاب شديدا للغاية، لا أملك الكلمات لوصف مدى سوء الأمر. في تلك اللحظة تخطر لنا مثل تلك الوساوس الصغيرة، وكانت توسوس: لا تستحق الحياة العيش في هذه الظروف. واقتنعت بذلك، لا تستحق الحياة العيش في هذه الظروف، ماذا يمكنني أن أفعل؟ ثم راودتني فكرة قتل نفسي، وفكرت هذا صحيح، هذا سيحل مشكلتي، يمكنني التخلص من هذا الاكتئاب بقتل نفسي. وبدأت أفكر في مرحلة التخطيط والتنفيذ، كيف سأقتل نفسي؟ ووجدت أن أفضل طريقة لفعل ذلك هي بتناول مجموعة من الأدوية، فأشعر بحالة جيدة ثم أموت في وسط الغابة حيث يمكن للحيوانات أن تأكلني وتتخلص من جثتي، وهذا بمثابة فوز لكل الأطراف. ثم راودتني تلك الفكرة الصغيرة والتي تقول: ماذا عن القمر؟ وبعد ذلك أصبت بالجنون، قلت هذا صحيح، الإله حقيقي، إن قتلت نفسي فسأذهب إلى جهنم. فكرت: إن كان الله هو الشيطان كما يريدني البعض أن أعتقد، وإن قتلت نفسي فعندها سأذهب إلى جهنم وألتقي به هناك، فلما لا أستغل الفرصة وأصلي لله قبل أن أقتل نفسي؟
لأنه ربما أكون مخطئا مثلما كنت مخطئا بشأن العديد من الأشياء. أتذكر أنها كانت 10 صباحا يوم الجمعة، وقفت والدموع تنهمر من عيني وقلت يا الله، أنا تائه وفي حيرة من أمري، أرى أمورا لا يفترض أن يراها الناس، اكتئابي فاق الحدود وأنا مستعد لقتل نفسي، وإن كنت الخالق فأنت تعلم ذلك، لا أعلم لما علي قول ذلك بصوت عال، لا أعلم لماذا لم تساعدني بعد، لكنني أتوسل إليك، إن كنت الخالق فامنحني إشارة على أنك حقيقي، ساعدني يا رب. وفي تلك اللحظة كان قلبي مثل البالون وكأن الله نفخه واتسع حرفيا في صدري، وامتلأ صدري بشيء لا يمكنني وصفه سوى بأنه حب، وتسربت من قلبي في موجات جيبية مثالية. كان الأمر غريبا جدا وعلميا في نفس الوقت، ويمكنني الشعور بأنه ينزل من قلبي إلى يدي ويصعد إلى رأسي، أي ينتشر في أنحاء جسدي ويعود، وملأت موجات الحب هذه جسدي باستثناء قلبي. كان مثل نجم حيث أشعلت شعلة الحب، ولم يستمر الأمر سوى فترة قصيرة. تلك هي المرة الأولى التي عرفت فيها أن الله هو الخالق. لم أكن أعرف أي شيء عن الإسلام، لكنني عرفت أنه مهما حدث أريد أن أكون في صف الله، ومهما عنا ذلك فأنا مستعد له. ما الذي فعلته بعد ذلك؟ كان هناك مطعم يديره بعض الباكستانيين، وكان يقدم طعاما رائعا، وعرفت أنهم مسلمون فقد ارتدته من قبل. ذلك هو المكان الذي ذهبت إليه لأتعلم عن الإسلام، وجعلوني أتواصل مع شخص ما. كنت مستعدا لفعل أي شيء، لا يهمني ما قد يكون، أنا مستعد، الله هو الخالق، أعرف هذا. اجعلني مسلما، ما الذي علي فعله؟ أأنتم بحاجة إلى دمائي؟ ما الذي سنفعله؟ فقالوا لا، الأمر بسيط للغاية، ما عليك سوى أن تشهد من كل قلبك أن الخالق هو الله، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فقلت حسنا لنفعلها. فقال حسنا، هناك بعض الأشياء عليك تعلمها، وتحدث عن الأركان ال5 والمبادئ ال6. فقلت أنا موافق، ليس علي التفكير في الأمر حتى. وقال من المهم أن تفهم أن القرآن هو كلام خالقنا. فقلت مهلا، كيف سأتأكد من ذلك؟ إنها فكرة مجنونة، أليس كذلك؟ أعطانا خالقنا كلماته. ولأنني قادم من منشأ مسيحي فلم يبدو ذلك منطقيا بالنسبة إلي، لأنني لم أعتقد قط أن الإنجيل هو كلام الخالق. أعني قيل لنا أن هذه كلمات الخالق الموحى بها، لكنها كلمات بشر. كان ذلك مفهوما غريبا جدا بالنسبة إلي، فقلت لا أعرف إن كان بإمكاني تصديق ذلك. قال حسنا، عليك أن تؤمن بذلك لتصبح مسلما. أجبت أقنعني إذن. فأجاب سنلتقي مرة أخرى، لأننا مررنا بالكثير اليوم. أحضرنا كتابا صغيرا يدعى دليلا مصورا موجزا عن الإسلام، ويتحدث الدليل عن دلائل علمية في القرآن. وبالنسبة إليه كانت مراحل تطور الجنين البشري وكيف وصفت بالقرآن، وتطابقها مع مراحل التطور الفعلية، والتي لا يمكننا معرفتها بدون الرنين المغناطيسي لتأكيد كل هذا لنا. وأنا أدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعرف ذلك قبل 1400 سنة، لذا لابد أنها معرفة إلهية صرفة. كيف نطقت الشهادتين؟ بعد أن تقبلت القرآن قلت حسنا لنفعلها الآن. سأنطق الشهادتين. وصديقي الرائع حسن الذي ما زلت أتواصل معه حتى يومنا هذا قال دعنا ننتظر حتى يوم الجمعة، سنفعل ذلك أمام الجميع، مثل قداس الكنيسة يوم الأحد سنفعلها يوم الجمعة، لذا لنفعلها ويمكن للجميع أن يبارك لك. فقلت له ماذا لو مت غدا؟ ربما تصدمني حافلة غدا، سأنطق الشهادة الآن. وقال انتظر يومين فحسب. فقلت حسنا، وثقت به. لكن كما قلت سابقا، عندما تصبح قريبا جدا تزداد قوة وساوس الشيطان، وبدأت تراودني كل تلك الأفكار الغريبة. كانت أفكارا جنونية بحق، حيث اعتقدت أنه إن ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة فسيفجر المسجد شخص ما ويموت كل هؤلاء الأبرياء بسببي، لذا لم أذهب في يوم الجمعة. اتصل بي صديقي يوم السبت وقال حسنا فهمت الأمر، لا يجب أن أؤجل ذلك، قابلني في هذه الحديقة. لذا جلسنا على مقعد في الحديقة ونطقت الشهادتين معه في ذلك المكان. شعرت بالراحة لأنني تمكنت أخيرا أن أكون جزءا مما يريده الله لنا. كيف تفاعلت عائلتك بشأن إسلامك؟ لم يعجبهم الأمر في البداية. كانت أمي تصر على الذهاب إلى الكنيسة، كانت نشطة للغاية، وذلك في الفترة التي كنت أكره فيها الذهاب إلى الكنيسة. وعندما اكتشفت أن الله حقيقي وأسلمت اتصلت بها وقلت أنت محقة يا أمي، الله حقيقي. وكانت سعيدة للغاية وقالت هذا رائع. ولأننا نشأنا في الكنيسة المعمدانية قالت هل وجدت كنيسة معمدانية؟ فأجبت لا، لم أكن في الكنيسة المعمدانية. وقالت أجل، في منطقتك إنها الكنيسة اللوثرية. هل كانت الكنيسة اللوثرية؟ قلت لا، لم أكن في الكنيسة اللوثرية. قالت لم تكن في الكنيسة الكاثوليكية أليس كذلك؟ وقلت لم أكن في الكنيسة الكاثوليكية ولم تكن لتستسلم. شعرت بالحرج من إخبارها لأنني علمت أنها لن تحب الإجابة، لكنها لم تستسلم وقالت أين وجدت الرب؟
وقلت: حسنا يا أمي، أتريدين أن تعرفي حقا أين وجدت الرب؟ عليك أن تذهبي إلى المسجد. وبدأت تبكي وقالت: لا، هذا ليس الرب، وأغلقت الهاتف. لكن بعد عامين كنت أزورها في منزلها، واتصلت صديقة العائلة لتتحدث إلى أمي، فأجبت على الهاتف وكان اسمها روث. قالت روث: سمعت أنك بخير وأمك سعيدة للغاية. وقلت: هل أنت متأكدة أننا نتحدث عن نفس السيدة؟ لأنني لا أشعر أنني أفهم الأمر بشكل صحيح. وقالت: لا، والدتك سعيدة لأنك أصبحت مسلما وأنك غيرت حياتك. والمثير للدهشة أنها كانت سعيدة لأنني أسلمت، لأنها أدركت كيف غير ذلك حياتي، رغم أنها لم تستطع الاعتراف بذلك لي. لذا إن شاء الله أدعو لها، عسى أن تسلم يوما ما. ما التحدي الأكبر الذي واجهته بعد إسلامك؟ هذا سؤال رائع. لا يوجد تحدي أكبر من التمسك بالإسلام، لأنني واجهت كل أنواع الدعوات لتركه. حسنا، يدعونني للعودة إلى مصاحبة الفتيات والاستمتاع والاحتفال. يقولون لي: هيا بنا، الحفلات في انتظارك، هناك حشيش وكحول كلها بانتظارك، عد وحسب. عد يا صديقي، نحبك. حسنا، لكنك تعلم أنه أمر خاطئ، لذا أكبر تحدي كان التمسك بالمبادئ، فقد أسلمت وعلي ترك تلك الأشياء. هل مررت بشيء جعلك تشعر بوجود علاقة خاصة لك مع الله؟ بعد أن أصبحت مسلما اشتريت تذكرة حافلة تمكنني من الذهاب إلى أي مكان في أمريكا لمدة شهرين، وسافرت في أنحاء أمريكا وحذرت الناس، وسبب لي هذا بعض المشاكل أحيانا، وأدركت أنه لتجنب المتاعب كنت بحاجة إلى اختصار الرسالة إلى ما هو مهم حقا. تلك الرسالة كانت عن الغفران، وأتذكر أنني كنت في سان فرانسيسكو، كنت في مكان يدعونه تندرلوين، إنه مكان تتركز فيه بائعات الهوى وتجار المخدرات وما إلى هنالك، لأنني فكرت حينها أن أولئك هم ناسي، إنهم أكثر من يحتاج إلى المساعدة، إنهم الأكثر تألما، وهكذا انتهى بهم المطاف هناك. ذهبت إلى هناك، شعرت كأنني رجل مجنون يحمل لافتة، النهاية قريبة وما إلى هنالك، لكنني وقفت هناك أقول: الغفران هو الشفاء، أنتم بحاجة إلى الشفاء، ادعوا الله أن يغفر لكم. أتى إلي الناس ليخبرونني كم أنني مجنون، ويشتمونني ويعبرون عن عدم رغبتهم ببقائي هناك، ويطردونني من المكان، وكنت أبقى هناك وأستمر بدعوتهم. لكن بعد 5 أو 6 ساعات من فعل ذلك ينهك المرء، وأتذكر أنني فكرت: هذا غباء، ماذا أفعل؟ أنا مجنون فعلا، إنهم محقون. أقف هناك أتكلم عن الله أمام هؤلاء الناس لا يأبهون بأمر الله، ماذا أفعل؟ علي الرحيل من هنا. وحدث شيء في تلك اللحظة، وكان في أول يوم. استدرت ورأيت سيدة مسنة تقف هناك وتقول لي: شكرا لك، شكرا لك على ما تفعله. فقلت: حسنا يا الله، فهمت. كنت مستعدا للمغادرة، ووضعت شخصا ليحثني على البقاء عندما احتجت إلى ذلك. أدرك أنك أنت من فعلت ذلك. وفي اليوم التالي عدت إلى فعل ذلك مجددا، وحدث نفس الشيء بعد 5 أو 6 ساعات، وفكرت: كانت مجرد سيدة عجوز، لم يكن فعل إله، لم تكن إشارة، لا تكن غبيا. كان هؤلاء الناس محقين، وكنت على وشك الاستسلام. وعندها أتى رجل عجوز، وفي اليوم التالي جاء صبي صغير. على مدى 5 أيام متتالية، حينما كنت أستعد للمغادرة، يظهر أحدهم ويشجعني ويخبرني بأنه سعيد لأنني أفعل ذلك، ولأنني أتحدث عن الله وعن أهمية التسامح. شعرت حينها باتصال خاص مع الخالق، لأنني أدركت أن ذلك لا يحدث بشكل عشوائي. صحيح، ليس كل يوم على التوالي كانت تلك إشارة من الرب، لم تكن إشارة كبيرة بذلك الوضوح، لكن إن أمعنتم النظر فستدركون أنها إشارة حقا. هل أسلم أي شخص من حولك بعدك؟ جدتي أم والدتي، أعتقد أنه كان عام 2012، ذهبت لرؤيتها ولم تكن بحال جيدة، كانت تبلغ من العمر 86 عاما وتعيش في دار للمسنين، وأخذتني أمي لرؤيتها في فترة قيامي بزيارات. لم تستطع التحدث أو أن تنطق أي كلمة، كانت على كرسي متحرك، ولكنها رأتني وبدأت بالبكاء. سألتها: لماذا تبكين يا جدتي؟ لم تستطع التكلم، ولكنها حاولت ذلك. فقلت لها: اسمعي، أعتقد أنني أعرف ما الخطب، لنتحدث عن الله لمدة دقيقة. وقلت: أنصتي إلي، ستأتي عمتي وستحاول جعلك تصلين للنبي عيسى، لا تفعلي ذلك لأنه كفر وشرك. حسنا، وهذا يعني صلاة لغير الله، وهذا خرق للوصية الأولى. وقلت لها: انظري، النبي محمد نبي حقيقي، والإسلام هو دين الله الصحيح على الأرض اليوم، والذي يفترض بنا اتباعه. وفي كل مرة أقول مثل هذا الكلام تنهمر دموعها وتبكي أكثر. وقلت: أتريدين اعتناق الإسلام اليوم؟ وأومأت برأسها بالإيجاب وهي تبكي. فقلت: حسنا، أمسكي بيدي وضغطي إن كنت توافقين على ما أقول. قلت لها الشهادتين، إن شاء الله ستكون جدتي من الفائزين في يوم القيامة. كنت مع منظمة رائعة حقا للدعوة إلى الإسلام في الفلبين، وكنا نزور السجون، كنا نتحدث عن القرآن وعما يريده الله منا، ونطق العديد من الناس بشهادتين. ما أكثر ما أثار إعجابك في نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قدرته على أن يكون رحمة للبشرية، أن يكون عفوا.
كلنا نعلم أن أسوأ يوم له كما وصفه بنفسه حين كان في الطائف، حيث طارده الأطفال ورموه بالحجارة وتعرض للضرب، وكانت لديه إمكانية هدم الجبال فوق رؤوسهم، حيث فكر أنه في يوم ما قد يقبله أولئك الناس، وهذا ما حدث. إذن فهي قدرته على العفو ومساعدة الناس على إيجاد طريق الصواب. ما المشاريع التي تعمل عليها حاليا؟ أعمل على الكثير من المشاريع المتعلقة بالدعوة إلى الإسلام. لدي مشروع خاص في أمريكا، إنه مشروع الفرقان مع منظمة الفرقان، حيث يوزعون مصاحف باللغة الإنجليزية. أعتقد أنهم أعدوا ووزعوا حوالي 600 ألف مصحف، وأعتقد أن العدد بلغ الآن حوالي 1.6 مليون مصحف. لذا هدفي هو مساعدتهم في الوصول إلى 2.6 مليون مصحف أو أكثر، لأنني حصلت على أول مصحف لي من تلك المنظمة. ويقومون بعمل رائع في إيصال تلك المصاحف لمن يحتاجها أو يريدها. تستخدم العديد من منظمات الدعوة الناطقة باللغة الإنجليزية قرآن الفرقان. ما الذي تود أن تقوله كتعليق أخير؟ يريدكم الله أن تنجحوا وهو ينتظركم. ينتظرنا الله أن نتبعه جميعنا. تأخذون خطوة نحو الله فيقترب 10 خطوات نحوكم. تأخذون عدة خطوات وسيأتي إليكم مسرعا، لذا يريدنا الله أن نقصده.